وقفنا المرة اللي فاتت لما ديفيد اعتذر لبيان وطلب منها إنها ما تسألوش عن شغله مرة تانية. وقتها طلبت منه بيان إنها عايزة ترجع البيت فورا. في الوقت ده قدر الشيخ زايد إنه يهرب، وبعد يومين جه ميعاد مقابلته مع بيان في المكان المحدد. أثناء المقابلة سألته بيان إيه آخر التعليمات الجديدة من المنظمة. رد عليها الشيخ زايد وقال لها التعليمات الجديدة هي البحث عن فرقة النداهة. بيان مفيش أي معلومات وصلت ليها عن الفرقة دي. ردت بيان وقالت له لا للأسف مفيش أي معلومات جديدة. اتنحت الشيخ زايد وقال لها عموما في تعليمات جديدة عندي. سألته بيان بهدوء ايه هي. قال لها انه لازم تقتلي قائد عسكري مهم في الاستخبارات، والمهمة دي لازم تنفذيها خلال يومين قبل المؤتمر الدولي. سألته بيان عن أي بيانات للمهمة الجديدة. رد عليها الشيخ زايد وقال لها في الفلاشة دي بيان هتلاقي كل التفاصيل، وانتبه على حالك، اوعى حد يكشفك وانت بتقومي بالمهمة دي. هنا مريم قالت له ما تخافش هكون بخير ان شاء الله، بس الاول انا عايزاك تشوف طريقة تبعد بيها ساندرا وماركل عن اسرائيل. سألها بفضول ليه، في جديد حصل؟ لا بس بدأت احس ان ديفيد بدأ يشك فيا، ومش عايزة اعرض عيلة مريم الحقيقية للخطر. قال لها الشيخ زايد هحاول يا مريم، بس ده هيبقى صعب شوية لانهم رافضين يسيبوك لوحدك ويرجعوا. اتمنى تحاول لان وجودهم هنا ضغط نفسي عليا اكتر. بعد يومين من مقابلتها مع الشيخ زايد جه ميعاد تنفيذ المهمة، واللي استعادت بيان ليها بانها حجزت غرفة في فندق صغير موجود بوسط البلد مع بندقية قناص تركها ليها الشيخ زايد في الغرفة، وفضلت تراقب من الشباك لمدة ساعة الشارع لحد ما جه القائد العسكري. كان ديفيد واحد من الحراس اللي كانوا بيقوموا بحمايته مع مجموعة من الأصدقاء اللي شافتهم مريم تقريبا يوم قتل مينا. جهزت مريم البندقية وصوبتها تجاه القائد العسكري وقتلته على الفور، وبكده هتكون تمت العملية بنجاح، وهتكون أول مرة لديفيد يفشل فيها في أداء مهمته. ساب ديفيد القائد المقتول مع أصدقائه وجري بسرعة عشان يدور على القاتل. في الوقت اللي قدرت مريم إنها تهرب من عن طريق سطح الفندق، ونزلت على سطح العمارة المجاورة اللي كان موجود بيها كافيه في الدور الأول. وعشان مريم كانت عارفة إنها مش هتقدر تهرب من ديفيد بسهولة، فكانت مرتبة مع صديقة من أصدقائها إنهم يتقابلوا داخل الكافيه. ووقت ما كانت منتظرة صديقتها دخل ديفيد. مريم انت بتعملي ايه هنا؟ منتظرة أصدقائي. أصدقائك مين دلوقتي؟ في الوقت ده جت صديقة مريم زي ما كانوا متفقين مع بعض عشان تأمن مهمتها. هاي مريم اتأخرت عليكي؟ شوية. هاي ديفيد. سابهم ديفيد وخرج من المكان بسرعة عشان يدور على القاتل من غير ما يتكلم مع مريم ولا كلمة، لكن كانت عينيه بتقول لمريم إنه شاكك فيها. وبعد نجاح مريم في مهمتها وفشل ديفيد في مهمته لأول مرة، اختفى ديفيد لمدة أسبوع كامل، واختفائه ده حط بيان في حيرة من أمرها، خوف منه أو خوف عليه. ما كانتش عارفة تحدد مشاعرها في الوقت ده. في حلقتنا الجاية هنتكلم عن الهدف الحقيقي من وجود الشيخ زايد في إسرائيل. تأليف مي جابر، أداء صوتي لمياء الوكيل.